قصة فيلم طريق الحرير. يبدأ فيلم طريق الحرير في القرن التاسع عشر، حيث كانت تجارة الحرير والبضائع الفاخرة تمر عبر طريق طويل يربط بين الشرق الأقصى وأوروبا. في هذا الطريق تلتقي الثقافات المختلفة وتتعامل الشعوب بطرق عديدة. الفيلم يستعرض حكاية أحد التجار البارزين في تلك الفترة، رجل يدعى كمال. كمال هو تاجر حرير شاب وطموح من مدينة بخار، حيث ورث تجارة الحرير عن والده الذي علمه كل شيء عن العمل. كان كمال شغوفا بالسفر والاستكشاف، ولهذا السبب قرر أن يخوض رحلته الكبرى عبر طريق الحرير، بهدف توسيع تجارته والتعرف على ثقافات جديدة. بداية الرحلة. تبدأ الرحلة من بخار، حيث يودع كمال عائلته وأصدقائه ويعدهم بأنه سيعود